النهارده جاي بكلمكم على التوبة، لأن أنا توبت الحمد لله، وهشرح لكم إزاي حصل ده، وهقول لكم أنا حاسس بإيه. الفكرة في إيه بقى يا شباب؟ إن أنت مهما تعمل معاصي فأنت بيجيلك وقت معين بتلاقي نفسك عايز تتوب، فالوقت ده لما يجيلك استغله على طول. إذا كنت بقى بتشرب، بتعمل، بتخلي، بتسوي، كلنا بنعمل غلط، وانا بعمل غلط كتير، لكن انا مش بشرب ولا بعمل اي حاجه، بس اخطائي بسيطه جدا، ولكن انا شايفها كتيره قوي، وشايف ان طريقي الى ربنا احلى طريق وانضف طريق ممكن تسلكها. طب هقول لك على حاجه. احنا عندنا 24 ساعة، انا حسبتها كده يعني. 24 ساعة انا بقوم من النوم الساعة 2 12 الظهر، وكل واحد يختلف طبعا، انا بكلمك عن نفسي انا. بقوم من النوم الساعة 12 الظهر، بروح الشغل، برجع الساعة 11 بالليل، بقعد من 11 بالليل للساعة 5 او 6 الصبح سهران على التليفون، ما بعملش اي حاجة، بتفرج على فيديوهات، العب، بكلم بنات، مش عارف ايه الكلام ده كله. طيب، الصلاة بتاخد منك بالظبط دقيقتين، تلاتة، 5 دقايق. اتوضى وصلي واقعد. اتوضى الظهر وصلي الظهر، شوية ساعتين، تلاتة، أربعة، قاعد كأنك بتشرب كوباية شاي. لا، قوم اتوضى وصلي العصر. وانت راح تتغدى كده، اتغدى واشرب شاي، هتلاقي المغرب جدا مثلا، خش صلي المغرب. بالليل العشاء نفس القصة، بس الموضوع بسيط جدا. وانت قاعد بقى، امسك المصحف واقرا فيه شوية، هتلاقي نفسك بتعيط. لما تعيط وتخلص قراءة في المصحف تلاقي نفسك مرتاح ومبسوط وبالك رايق. جرب كده، جرب. طب جرب واكتب لي في التعليقات بعد ما تجرب. تعالى تاني اكتب لي في التعليقات. تعالى بالليل كده صلي العشاء، وبعد ما تصلي العشاء امسك المصحف اقرا فيه شوية، هتلاقي نفسك بتعيط، وبعديها بالك مرتاح وطويل ورايق وفايق والدنيا جميلة قوي. هتلاقي نفسك بتنضف. شفت القماشة البيضة لما تبقى متنيلة قوي ولا مؤاخذة يعني آسف، وتيجي تمسحها وتغسلها، بتلاقيها بتنضف واحدة واحدة، واحدة واحدة، بتدعك مرة بتلاقيها نضفت شوية 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 لحد ما بقت نظيفة خالص، بتبرق وبيضة ولمعة ولمعة كده وجميلة. انت نفس القصة. قرب من ربنا واحدة واحدة، هتلاقي نفسك بتتوب، وتلاقي نفسك بتبطل حاجات انت كنت بتعملها، وتلاقي نفسك ماشي في الطريق الصحيح. خلي بالك يعني، الدنيا مش بعيالنا. انا هكلمكم وانا بعمل بكل بساطه، يعني بكلمكم وانا بعمل كوبايه شاي وبتجول في المنزل في الشقه. الدنيا مش بعيالنا يا جماعه والله. يعني الدنيا احنا قربنا خلاص، الله اعلم، وممكن في اي لحظه حتى لو القيامه ما قامتش يعني. انت ممكن وانت رايح الشغل عامل معاصي، شارب دلوقتي في البيت، رايح الشغل العربيه عملت بيك حادثه. بسيطه جدا، ابسط حاجه يعني ممكن تحصل لك. فانت ليه مش عامل حساب النقطه دي؟ اعمل حساب النقطه دي، هتلاقي نفسك بتخاف من ربنا، هتلاقي نفسك بتخاف من اليوم ده، هتلاقي نفسك بتقول ايه اللي انا كنت بعمله ده. على فكره، يعني كلنا بنعمل اخطاء، وكل واحد على حسب الخطأ اللي بيعمله. لكن لما تيجي والله لو كنت عاصي وكنت مذنب وكنت لما تيجي تسمع خطبة، تيجي تسمع آية قرآنية، بتلاقي نفسك ميال ليها، بتلاقي نفسك عايز بس مش قادر، بتهرب، بتودي نفسك في حتة ان انا متعود اعمل كده، ان انا دماغي هتبوظ لو ما عملتش كده. لا والله خالص يا صديقي العزيز، انت جرب بس، قرب و... وهتلاقي الدنيا تمام ولذيذة ولطيفة والدنيا جميلة خالص. انا بتكلم معاكم ليه؟ انا كأني بنصح صحابي او اخواتي. انا مبسوط قوي لان انا عملت كده، فانا مبسوط ان انا عملت كده. انا عملت كده، انا عن نفسي عملت كده، ومبسوط قوي ان انا عملت كده، وباين عليا ان انا مبسوط في الشغل ومعاكم. فانا جاي بشارككم لحظة انبساطي معاكم ومع الناس كلها. فايه اللي بسطك يا ابراهيم؟ اللي بسطني ان انا رجعت، ان انا قلت كفاية، مع ان ما كنتش بعمل حاجة، ولكن اقل حاجه ما كنتش منتظم في الصلاه. وفي ساعات ما كنتش بصلي، في ساعات يوم الجمعه كنت بنام ما اصليش الجمعه اصلا. يعني في ساعات ما كنتش بصلي الجمعه، الفجر بيدا بالليل وانا ماسك التليفون بتفرج على فيديوهات، الفجر بيدا ما اصليش. اقوم من النوم، اغسل وشي، استحمى، اروح الشغل، خلاص الظهر عدى، العصر جدا وانا في الشغل، المغرب انا بتغدى، وهكذا. طب ليه؟ الموضوع بسيط جدا يا جماعه. طريق ربنا، طريق ربنا
والله 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 بالك مرتاح ومبسوط ومش ناعي هم اي حاجه. يعني انا دلوقتي معيش فلوس خالص، معيش اجيب غدا حتى، ومبسوط. الاول كان معايا 5000 جنيه، 3000 جنيه، 4000 جنيه، 1000 جنيه، 2000 جنيه، ومش ناعي هم اي حاجه في الشغل، ومخنوق متضايق، مش متظبط في حاجه غلط. لكن دلوقتي انا مش معايا حاجه خالص، معيش ولا جنيه في جيبي. لسه بكلم واحد صاحبي بعت لي 200 جنيه عشان اجيب بيهم عشاء او غدا. ف وعادي خالص، صليت الظهر وقريت شويه قران، مبسوط فرحان. يا جماعه جربوا، والله جربوا، والله جربوا كده مش هتخسروا حاجه. وقولوا لي، ادخلوا تاني على الفيديو وقولوا لي انت عملتوا ايه، بس هتلاقي نفس النتيجه اللي عندي عندك. انا عايز ابسطكم، افرحوا بقى. السلام عليكم، ربنا يهدينا ويهديكم يا رب.